يا بخت يا بخت الاهلي بجمهوره، ويا بخت جمهور الاهلي بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر وسعادة يا رب. انا جاي اتكلم في موضوعين متقسم لنقطتين، ويا رب ما اكون تقيل على قلبكم يعني، فاتمنى ان انتوا تستحملوني للاخر. وانا عارف ان الفيديو ده هيزعل ناس زملكاويه كتير جدا جدا جدا، بس انا عارف ان الحق بيزعل. الله اعلم، ممكن اكون انا غلطان في حاجات، بس اللي انا شايفه ولدرجة ان انا مش عارف انام غير لما اقول الكلمتين دول، فده معناه ان الكلام ده كبير جدا جدا. صلى على حضرة النبي. دلوقتي انا جاي اتكلم عن احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو قعد قعدات كتير جدا مع الادارة. يا جماعة جددوا لي، يا جماعة جددوا لي. بقدر الامكان عرضوا عليه فلوس، ما بيت ايا يكن، والراجل ما اقتنعش. الراجل ما اقتنعش. يعني صلى على النبي. انت دلوقتي لو احنا الاتنين قاعدين على قهوه انا وانت، وقلت لي المكان الفلاني هيديني 3000 جنيه، والمكان التاني ده هيديني 5000 جنيه، فانت قلت لي ايه؟ هروح ابو 5000. خلاص، فانت رحت ابو 5000 واشتغلت سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، نخليها سته على قد ال6 سنين اللي زيزو قعدهم. يقوم الراجل ده ظروفه ما تتيسرش، مش عارف يجيب بضاعة في المحل، مش عارف يظبط محل، مش عارف يجيب فرشة جديدة، مش عارف، فمش عارف يحط حاجة في المحل، فمش عارف يبيع، فبالتالي مش هيعرف يجيب لك مرتبك. والزمن عمال يعدي والحاجة عمالة تغلى، فانت بتحبه وهو بيحبك وعشرة عمره وبتاع وامورك زي الفل، بس المحل ابو 3000 اللي انت رفضته زمان عرض عليك الشغل، مع انه اقل من اللي انت كنت هتاخده عند ابو 6 سنين ده. بس قلت لنفسك ايه؟ يلا ما تحسبها صح، العشره ما تهونش الا على اولاد الحرام. العشره ما تهونش الا على اولاد الحرام. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اول ما صاحب المحل عرف بس انك كنت واقف مع صاحب المحل عند الرصيف الفلاني، شوه سمعتك، شوه سمعتك. اول ما عرف بس انك انت كنت واقف معاه، ما اتفقتش على حاجه، ما اتكلمتش على حاجه، انت بس كنت واقف معاه. مش عارف انت فهمتني ولا لا، بس اللي متغطي بجمهور الزمالك عريان. اسمع مني بس، والله العظيم اللي متغطي بجمهور الزمالك عريان، بغض النظر عن انتمائي. انا لما ببص لموقف حمزه علاء واكرم توفيق ورامي ربيعه، بحسد نفسي ان انا من الجمهور ده. انا بحسد نفسي ان انا اهلاوي. انا اهلاوي اهو، بحسد نفسي ان انا اهلاوي. بحسد نفسي ان انا اهلاوي، ان انا ما بيهمنيش دول. بحسد نفسي ان انا ما بيهمنيش مين مشي. اصل الاهلي عمره ما يقف على حد، والصح والمظبوط ان مفيش فرقه في العالم تقف على حد. هتقف ليه؟ انا مره سالت ابويا، قال لي الخطيب ده يا ابني كان شنه ورنه. طيب لما هو كان شنه ورنه بقى فين دلوقتي؟ ما هو هيعتزل، يعني مسيره ويسيب الملعب. النادي عمره ما يقف على حد. يروح اللي يروح. راح ابو تريكه، وراح عماد متعب، وراح بركات، وراح جilberto، وراح سيد معوض، وراح احمد فتحي، وراح ناس كتير قوي، وراح حسام عاشور، ومين تاني يا ربي، احمد بلال، احمد الجوال. لا، احنا كان عندنا احمد محمد شوقي، محمد عبد الوهاب الله يرحمه، عصام الحضري، عماد النحاس، وائل جمعه. جماعه، احنا كان عندنا جيل لو كنا ماشيين بمبدأ اليومين دول عليه ما كناش عشنا بقى، ما كناش اتفرجنا على كوره تاني. المهم يعني، ف اللي متغطي بجمهور الزمالك عريان. ليه عريان؟ اقول لك انا، لان هم ما بيتمرش فيهم العشره، ما بيتمرش فيهم العيش والملح. انا اسف في اللفظ، بيحبوا يلحسوا الحاجه اللي هم تفينها كتير قوي، بيحبوا يلحسوها كتير قوي قوي قوي، لمجرد ان هو
يطبل لهم في الغلط. طب اطبل لهم في الغلط ليه؟ اطبل لك في الغلط ليه؟ اضلك ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واحد اللي هو واحد صحفي كده مشهور بدون ذكر اسماء، ما بحبش ان انا اذكر اسمه يعني، ماشي واخد وراه شريحه من الشباب اللي هو 17 18 سنه، ولو عرفتوا اسمه قولوا لي في الكومنتات. ماشي واخد شريحه وراه، اقسم بالله زيزو هيجدد. انا بقول اقسم بالله زيزو هيجدد. انت عارف ليه انا ذكرته؟ عشان الشريحه اللي مشيت وراه. طب الكبار ال 25 وال 30 وال 35 عارفين مصير الزمالك وعارفين الزمالك على ايه. الصغيرين دول ذنبهم ايه؟ انت يا بني ادم يا شحط يا كبير تضلهم ليه؟ تضلهم عن طريق الصح ليه؟ عرفهم ان زيزو قدامه عرض واحد اتنين تلاته، واحتمال يوافق واحتمال يمشي. الزمالك ايه اللي يقف على زيزو؟ طب ما كان وقف على عبد الشافي، وقف على عبد حليم علي، وقف عبد الواحد السيد، وقف على عمرو الصفتي، وقف على مين؟ احمد غانم سلطان، وقف على ناس كتير قوي. ما وقفش عند حازم امام ليه؟ ما وقفش ليه؟ ما وقفش ليه برضه؟ في جيل في الزمالك كان يستاهل ان الكرة تقف عنده، ما وقفش ليه؟ والجمهور هو بيحب اللي يضله، بيحب اللي يضحك عليه، ودايما طول الوقت بطولته هزيمة الاهلي، مش بطولته ان انا ارفع الكاس. بطولة جمهور نادي الزمالك ازاي الاهلي يخسر. في بيج مشهورة قوي على الفيسبوك اسمها اللسوعك. اللسوعك ده بيخش على اللايفات الصوتية اسمع طريقتهم في الكلام، اسمع تخطيطهم، اسمع طريقة كلامهم، حتى ما بينهم وما بين نفسهم كلام بذيء، كلام بذيء. ويبقى في حريم قاعده معاهم يقولوا إيه الشخص الفلاني ابن التيت تيت 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 وده عمل وطق طق طق، وفي واحده بتخش تردح معاهم. انت ولما يحصل حاجه كويسه عندنا يقول لك ايه، احنا لازم نلعب على نفسيتهم، لازم ننزل بوستات كتير على الفلان الفلاني عشان ما يركزش في الماتش، ولازم نشجع الفريق الفلاني ضده عشان ما يكسبش. يا عم انا منافس ليك، ما انت بترجع تزعل لما ناخد منك لعيبه، وانا باخد منك لعيبه ليه؟ كلمه باخد منك لعيبه دي بترجع للكلمه اللي اتقالت في اعلان زيزو، في تقديم زيزو. سمعت المذيع وهو بيقول ما تستفزش الاهلي؟ الحاجات دي ما بتتحطش عبثا في الاعلان، ركز. الحاجات دي ما بتتحطش عبثا، الحاجات دي بتتحط مقصوده. ما تستفزش الاهلي، ما تنضمش مع بيراميدز، ما تستفزش الاهلي انك تطلع تصريحات ملهاش لازمه، ما تستفزش الاهلي انت يا حسين يا لبيب وتقول انا هعمل واخلي. طب ايه لازمتها؟ كسبت انت ايه؟ استفدت انت ايه؟ نرجع لموضوعنا. الحمله الممنهجه على احمد السيد زيزو ملهاش اي 30 لازمه. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ شاطر، حلو السؤال هجاوبك عليه. الحمله الممنهجه دي نفس الحمله اللي كانت على امام عاشور، واول ماتش لامام عاشور قاريا كان في السوبر الافريقي وخسرناه. اول ماتش لاشرف بن شرقي كان قدام الزمالك 1-1 ما كسبناهوش. ودلوقتي اول ماتش لاحمد السيد زيزو تحضيرا لكاس العالم للانديه وما كسبناهوش. واديك شفت امام عاشور ايه اللي حصل من بعدها، واديك شفت اشرف بن شرقي. مش انا اللي هحكي لك عن اشرف بن شرقي. ف قبل ما تنتقدوا لعيبه تطلع من عندكم لازم تنظفوا قلوبكم انتوا الاول، لازم تنظفوا قلوبكم انتوا الاول. اللي يطلع من عندك اسمه طلع. انت اسمك نادي الزمالك وانا اسمي النادي الاهلي. هو مفيش مقارنه، بس انا بقول لك ان مفيش لعيب بيوقف نادي، فحاول تنضف. سلام.